السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من قناتي رنة وخلخال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حاجة برضو اول مرة اعملها على القناة. آه النهاردة ان شاء الله هنعمل الاسكارف. طبعا كلنا بنحب لبس الاسكارفات في الشتاء، واغلبنا بيلبس هايكول وبيبقى الطرحة جوه الهايكول. فلو لبست الاسكارف بيغنيكي عن الكوفية وفي نفس الوقت عن الاكسسوارز اللي هتضيفيه للقطعة اللبس اللي انت هتلبسيها. فان شاء الله باذن الله هوريكم بطريقة مبسطة وسهلة ازاي تعملي اسكارف في البيت، وكلها من حاجات جوه البيت، يعني مش هتكلفك كتير خالص. اول حاجة هيكون معايا قطعة من القماش، طرحة، اي طرحة عندك بتبقى مركونة مش بتستخدميها، ممكن تستغليها في التصميم دوت. وطبعا عندي المسامير اللي انا عن طريقها هعمل الخرز، وده مسمار مفتوح، وعارفين ان المسمار المفتوح دوت عشان لما نعلق فيه حاجة من تحت. ومسمار اللي هو زي كده العادي، ثواني اهو، العادي اللي زي دوت. فيبقى انا عندي هنا نوعين من المسمار، المسمار المفتوح من تحت والمسمار اللي مدبب. مش هنستخدمه كتير، يعني مش هنستخدم كمية كتير، تمام. والخرز اللي هنستخدمه، والخرز ده هيرجع لك اللون اللي انت عايزاه بالحجم اللي عايزاه، نوع الخرز اللي انت عايزاه. اهو نوع الخرز اللي انا هعمله النهارده، هعمل احمر في اسود، والسكارف عندي لونه اسود، وزي ما قلت لك ده اختياري حسب القطعه اللي انت هتحتاجيها. وعندي اللي هو الكردان دوت عشان الديزاين اللي انا مختاراه للسكارف هو ده، والبرامه والبنسة. وفي نفس الوقت عندي السوستة دي كلنا، دي بتتباع بالمتر، دي بتتباع بالمتر من عند اللي هم بيبيعوا ادوات الخرز، وفي بتتباع جاهزة وحضرتك بتجيبيها وتفرديها اهي، وهي مضغوطة، اهي، تمام. بس زي ما انتوا شايفين كده، واوريكي برضو لو انت جبتيها بالمتر تبرميها كده ازاي. يلا نسمي بسم الله ونبتدي مع بعض. يلا، اول حاجة انا هوريكم الاسكارف او الطرحة اهي، طرحة عادية جدا، قطعة قماش عادية جدا حسب الطول اللي انت عايزاه، تمام. انت بتجيبيها، ده عرضها، ده العرض بتاعها، ده كله العرض بتاعها اهو. خلاص هجيبها واروح تانياها تانيتين بالتساوي كده بالعرض كده تانيتين، واروح تانياها تانية تاني اهو. خلاص وهتنيها كمان اهي، تمام كده. هنا بقى هبتدي اشتغل امتى؟ هشتغل لما اجيب الطرحة ارفعها كده اهوت، واخلي الطرفين من تحت هنا متساويين، يبقى هنا الطرفين اهم متساويين في الطول، اهو اهو. انا مش عايزه بقى اقعد احكي معاكم في الموضوع واحسسكم ان الموضوع بقى ايه يعني صعب، لا الموضوع سهل واسهل ما يكون، وانا بقولها لكم بطريقه مبسطه، بحيث ان شاء الله بعد الفيديو دوت ان شاء الله تنفذوا الموديل ده او حسب ذوقكم. بس انا اديتكم الفكره وعلى حضراتكم ان انتوا تطوروا منها او تضيفوا لها، ولو اضفتوا لها حاجه يعني تواصلوا معايا وعرفوني. خلاص واهو، وجيت هنا في النص اهو، جيت هنا في النص. طب انا هنا عايزه اقول لك اهو، انا هنا على اساس السوستة عندي جاهزه، انا السوستة عندي جاهزه عشان ده النص اللي انا هبتدي بيه. السوستة عندي جاهزه عشان كده انا هدخلها بكل سهوله من الطرف دوت اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص اهي انا عندي بالنسبه لي السوستة جاهزه، فاروح جايبه طرف القماش واروح مدخلاه جوه السوستة،
وابتدي ابرم فيها لغاية ما تدخل مني، وبسيطة جدا اهي. خلاص هبتدي بقى ادخل بالسوستة هنا، هقعد اشد القماشة هنا اهو بالتساوي اهي لغاية ما اوصل للنص اللي انا قلت لكم عليه اهو اهي. حاولي تساوي القماش وانت شغالة اهي، منتهى البساطة ما فيهاش اي حاجة خالص. يلا نشوف الاطراف اهو، لسه فيه. يبقى هبتدي ازحزحها شوية عشان اساوي الطرفين. تقريبا خلاص الطرفين اهم متساويين اهم متساويين اهي. خلاص تمام كده، والطرفين اهم متساويين اهو. خلاص تمام. خلاص هنا بقى انا خلاص حطيت السوستة بتاعتي وخليتها في منتصف الاشارب. خليني لغاية دلوقتي اقول عليه الاشارب تمام. وهنا جيت في السوستة في الطرف ورحت تانياها عملت لها حلقة اهي، ومن الناحية التانية برضو تانياها عاملة لها حلقة. ده ليه؟ علشان ما تنسليش في القماشة وما تشوكناش واحنا لابسينها، وعشان برضو هنعلق فيها لو حابين نعمل دلايات او اي حاجة. تمام. طيب ايه الشكل اللي انا هعمله للسوستة دي؟ هل انا اسيبه كده؟ براحتك، لكن طبعا انا كده حاسة ان انا مش ضايفة حاجة. رحت انا قلت لا، ده انا هجيب كردان زي ده كده تمام، وهجيب الحلقات دي وهعلقها في الكردان زي ما انتوا شايفين تمام. وابتدي بقى ايه الكردان بفتحاته دي ابتدي ازينه بطريقتي اللي انا عايزاها. طب ايه الطريقة اللي انا وصلت لها؟ انا جبت خرزة سودة وخرزة حمراء، ورحت هوريكم. جبت الخرزة السوداء والخرزة الحمراء، جبت مسمار اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيه نبتدي مثلا بده، نبتدي بكده. حطيت فيه خرزة سوداء وخرزة حمراء، خرزة سوداء وخرزة حمراء، خرزة سوداء خرزة حمراء. كل خرزتين حطيتهم في مسمار، كل خرزتين في مسمار وعلقتهم في بعض، وهوريكم ازاي. مثلا دي خرزة سوداء اهي حطيتها في المسمار، وخرزة حمراء دي بالنسبة للدلاية من تحت اللي هي دي كده، علشان مش هعلق فيها حاجة تحت. دي اللي هتبقى في طرف سلسلة الخرز اللي انا عاملاها دي. خلاص وهروح جايبة القصافة اهي تمام، واروح قصة المسمار زي ما احنا متعودين قصاه، واروح عاملاله حلقة لفة اهي اهي اهي. خلاص عملت له اهي حلقة. طيب هروح جاية بقى جايبة مسمار بفتحة من تحت اهو، المسمار ابو فتحة من تحت اهو، واروح حاطة فيه خرزة سودة، خرزة سودة وخرزة حمراء، واروح تانية المسمار اهي خرزة سودة وخرزة حمراء، والمسمار هنا بفتحة من تحت، اروح عاملاله فتحة تانية. ليه؟ عشان ادخل فيه دي
هدخل فيه دي اهي اهي، تمام اهي. طيب انا ايه الشكل اللي وصلت له؟ الشكل اللي وصل، شايفين المنظر اللي انا عاملاه ده؟ هتكرري العملية دي كم مرة؟ هقولك كم مرة هنكرره. انا عندي، يلا نعد، انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهنا زيهم 14. اوكي، هنا هضطر اسيب واحدة واشتغل على واحدة، يعني اعمل واحدة واسيب واحدة، اعمل واحدة واسيب واحدة، اعمل واحدة واسيب واحدة. خلاص، فانا عملت ايه؟ هناخد الاطراف اللي على الجناب دول اللي هي من هنا اول واحدة واول واحدة من هنا، اول واحدة من هنا واول واحدة من هنا، واروح حاطه لها القصيرة، حاطه لها القصيرة اللي هي دي مسمار حطيت فيه خرزاية حمراء وخرزاية سودة، وكان عندي الملاليم دي قلت اديلها شياكة ومتناسقة مع نفس اللون بتاع الكردان اهي، بحيث تحسي ان انت لابسة ايه، كردان شرقي. تمام تمام. هنا هبتدي هحطه هنا، هشبكه بيه حلقة، هنجيب حلقة من عندنا، وزي ما احنا فاهمين الحلقة بنفتحها بالراحة ونروح حاطين فيها المسمار، واروح مدخلاها فيه اهي واروح قافلة الحلقة تاني. خلاص، لو انا اشتغلت حجم الحلقة ده يبقى هشتغل كله حجم الحلقة واحد، مش حلقة كبيرة وحلقة صغيرة، عشان ما تلاقيش في حاجة اطول من حاجة، فيش تناسق في طول الخرز. تمام تمام. انا قلت لكم هشتغل واحدة واسيب واحدة. انا بعمل ايه؟ انا بشتغل اللي بحطه في الطرف ده اروح حطاه في الطرف التاني عشان اعرف انا عملت ايه. اهو هروح جاية هنا وواخدة حلقة واروح حطاها في الطرف التاني. على فكرة الشغل سهل جدا، انت كأنك بتعملي عقد اهو، واروح جاية اهو واروح مدخلاها. تمام. هاجي بقى ايه، انا هنا حطيت واحدة، اول واحدة حطيتها بمليم، تاني واحدة مش هحطها بمليم بحيث ما يبقاش دوشة، هروح حاطة واحدة على من غير ما يكون ليها اي اضافات اهي، 2. اول واحدة حطيتها خرزتين بس، تاني واحدة حطيتها 4 خرزات، في كل مسمار خرزتين اهو. خلاص، هجيب حلقة واروح حطاها. ان شاء الله باذن الله الطريقه دي هتعجبكم، سهله وجميله وشيك قوي قوي في اللبس. هوريهولكم في اللبس هيبقى شيك ازاي. وزي ما اتفقنا احنا بنعمل واحده في الجنب ده، بنعمل واحده زيها في الجنب المقابل ليها، عشان يبقى كده عارفين احنا عملنا ايه. وخليه بالك وانتي بتحاولي تصممي الخرز، اعرفي في كل نهاية انتي بتحطي الخرز لون موحد، يعني مثلا لو انتي عايزة تخلي كله من تحت اسود، خلي بالك عشان ممكن تطلع منك واحدة غلطة فتحطي الاحمر قبل الاسود،
فتضيع لك شغلك، وده لو انت هتطلعيه لعميل. يعني في حاجات بسيطة بس ممكن تضيع شغلك. اهو انا زي ما قلت لكم بنسيب واحدة، هنشتغل في التالتة اهي. تمام تمام. طب احنا هنا الاخيرة عملناها من غير ملاليم، مش بملاليم. انا التالتة معلش بقى عذرا لصوتي. اهي دي بقى تالت واحدة، عبارة عن 3 خرزات، 3 مستويات للخرز اهو. هجيب لها الحلقة اجيب لها الحلقة اهو، واروح حطها في تالت واحدة. سيبنا واحدة، هندخل في واحدة اهي. اهي ايه رأيك؟ هنعمل برضو زيها اهو الجنب التاني، الجنب التاني اهو، الجنب التاني. نجيب حلقة ونروح مدخلينها، ونيجي سيبنا حلقة اهي، هندخل في الحلقة اللي وراها على طول. تمام تمام تمام. لما بتيجي تشتغلي بنظام وبترتيب ما بتحسيش ان انتي تايهه. يعني خلاص انا الجنب ده عملته مقابل ليه كده، عشان في الاخر هيتلاقى في نقطه واحده. فاهمه؟ تمام. هنا انا عملته بملاليم، هنزل من غير الطرف التاني من غير ملاليم اهو. هنزل من غير ملاليم اهو. هعمل برضو المقابل في الجمال اهو. بجد يعني ده ممكن تحوليه لعقد اهو. كم التناسق اهو. لو كنت بقى عملتي
الحلقات كلها كان هيبقى دوشة قوي اهو، في منتهى الجمال. طب هعمل ايه؟ هقولك تعملي ايه. هنجيب حلقتين، والحلقتين يكونوا يعني جامدين من الحلقات اهي، الجامدة قوية. ليه؟ عشان هحمل عليها الكردان. اجي احمل الكردان على حلقة ضعيفة واروح حطاها وانا ماشية في الشارع يقع مني، او اديها للعميل يجي يمسكها ويلبسها تقع منه. اوكي. طب انا هنا عندي زي ما قلت لكم عاملة هنا حلقة اهي، عاملة حلقة اهي، حط فيها الحلقة دي واروح مركبة فيها الكردان اهو. اهو، واروح مرجعة الحلقة تاني قافلاها واتأكد انها اتقفلت معايا حلو اهي. واجي الناحية التانية برضو اجيب الحلقة برضو السميكة اللي هي دي، اروح فتحاها على بسيط واروح مدخلاها في الفتحة دي ومدخلاها في الفتحة اللي انا عاملاها اهي، الفتحة اللي انا عاملاها للسوستة اللي انا عملتها دلوقتي. وهقول لك فكرة دلوقتي، لو ما تعرفتيش توصلي لسوستة او ما عرفتيش تجمعي سوستة، لان مش متوفر في اماكن كتير، وخاصة الاقاليم دي لما بتنزلي تجيبي حاجة بتتعبي جدا. يعني اللي بتجيبي الخامات غالية جدا، زائد ان انت غالبا ما بتلاقيش اكتر حاجة اهو. خلاص خلاص خلاص. طب هنا كده خلص؟ لا ما خلص. ليه؟ لان انا عايزة اعمل الاطراف. انا كده خلصت الجزء اللي هو بتاع الجزء اللي فوق. تعالوا بقى نشتغل في الاطراف. طب لازم اظبط الاطراف ازاي؟ اول حاجة زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين ده الطرف. انا كده برمت في الاول لغايه ما دخلت السوسته. ابتدي بقى ادخل اهو القماشه اهي. انا عارفه طبعا ان انا عامله فيها كذا دور اهي اهي. هروح تانية تاني، اروح تانية كمان. اوكي، ده بالنسبه للايه، للطرف بتاع السكارف. طب انا كان عندي حلقه زي كده اللي هي حلقات الميداليه دي، في حاله انا بديكي وسائل، في حاله لو انت معرفتيش تجمعي السوسته دي اللي هي بتتباع بالمتر، وبتفضلي على عصايه مبرومه كده زي النشابات، وتقعدي تلف عليها، وبتبقى ضغطاها متساويين ولازقين في بعض قوي قوي قوي، عشان في النهايه تديكي النتيجه المتساويه دي. خلاص. طب انا ما عنديش، اروح جايبه حلقه الميداليه عاديه جدا. خلاص. وطبعا الديزاين اللي انت عايزه تصممي فيه بحريتك، ولكن انا عملت ايه؟ انا كان عندي طبعا، انا عرفتكم ازاي بتعملي المسمار، بتدخلي فيه الخرزتين او الثلاث خرزات على حسب ذوقك، ورحت عامله له فتحه من تحت ودخلت فيه اللي هو شكل الكردان، زي اهو كأنه الكردان. جبت من نفس الديزاين بحيث ابقى الاطراف زي الوش من فوق اهي. ورحت جايبه كل كام خرزايه حطيتها في مسمار وتنتها وحطيتها بحلقه في فتحه الكردان زي ما انت شايفه كده اهي اهي. اتكون معايا الشكل ده، ورحت بحلقه حطيتها جوه الميداليه كده اهي كأنها ميداليه. هعمل ايه؟ اهو طرف الاشارب، واروح جايبه اهو
واروح جايبه طرف الاشارب مدخله جوه الحلقه اهي، جوه الحلقه اهي، وزي ما انت شايفه كده ده الوش، ده الوش. طبعا ما ينفعش تسيبي المنظر ده، ما ينفعش تسيبي المنظر ده. انا بصراحه كنت عاملاه بالشمع اهي، هقولك ازاي. يعني تعالي كده، دخلي دي كده ودخلي دي كده اهي، وروحي جيبي طرف الميدالية دخليه جوه الحلقة واقفلي عليها كده اهو. تمام. هنا بقى الطرف ده تسيبيه كده، لا هتجيبي، شايفة، افردي عندك كده اهو، وروحي لما دي كده ودي كده لميها. ولو عندك اهي، عندك شمع اشتغلي، عندك لزق مادة لازقة اشتغلي بيها، ما عندكيش شمع وما عندكيش مادة لاصقة، هاتي إبرة وخيط على خفيف بنفس لون السكارف، وابتدي دخليها كده اهو بالراحة، واعملي لها غرز بسيطة جدا اهو، هتديكي الشكل المطلوب واللي انت عايزاه اهو. تمام. تمام. انا هنا اهو دخلت طرف اهو زي ما قلت لكم، دخلت الطرف زي ما وريته لكم، وانا عندي هنا المادة اللاصقة، وممكن زي ما قلت لكم برضو بالخيط، والخيط يكون لون الاشارب، وزي ما دخلت لكم كده الاطراف بحيث تبقى نضيفة كده اهو واهو. وهوريكم برضو الطرف التاني هعمله ازاي، علشان هوريه لكم في اللبس هيبقى في منتهى الشياكة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا عملت طرف وهنشتغل في الطرف التاني. الطرف التاني اهو زي ما قلت لكم، دخلت الحلقة جوه الاشارب جوه الحلقة، وهبتدي اخد الطرف دوت عشان ما يبقاش ظاهر كده، لا انا عايزاه على نظافة، هدخله جوه التانيتين، جوه التانيتين بتوع الاشارب اهو. انا مثلا اللزق عندي مش متوفر او ما لزقش او ايا كان، اهي دي خيط وابره اهو اهو. يلا بقى نشوف، ننضف كده حوالينا واوريكم شياكة الطقم اللي احنا عملناه اهو. الطقم في منتهى الجمال اهو، الاسكارف كله قدامنا، الطرف التاني اهو.
اهو يا جماعة السكارف اهو خلصناه في منتهى الشياكة والجمال اهو، وهوريكم هنلبسه ازاي مع بعض دلوقتي اهو. اهو ومنتهى الشياكة. طبعا احنا عارفين بناخد الطرف ده ونلفه كده اهوت، والطرف التاني وبنلفه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبنخلي مستوى الاطراف حسب الطول اللي حضرتك عايزاه اهو. مستوى الاطراف اهو. عايزين بس نساوي الخرز، وعايزاكم تقولوا لي رايكم بكل صراحه زي ما متعودين مع بعض، ما تبخلوش عليا من اللايك. يلا بينا نلبس الاشارب. ادي الاسكارف اهو زي ما احنا شايفين نلبسه. هناخد طرفين لورا ونرجع بيهم لقدام تاني اهو. بتاخدي مستوى الاطراف على حسب ما حضرتك عايزاه اهو. اهي في منتهى الشياكة والبساطة. ممكن تلبسيه كده، ممكن تلبسي طرف قدام وطرف ورا. عايزة تخلي الطرفين ورا، عايزة تجيب الطرفين زي ما وريتكم كده وتفرديه، افرديه براحتك اهو. معاكي مساحة الاشارب بالمساحة اللي انت عايزاها. عايزة تخليه كده ملموم كأنه كليه اهو. عايزة تقولولي ايه رأيكم في الجمال والبساطة دي، وان شاء الله بإذن الله لو عجبكم هعمل لكم اكتر من ديزاين. حاولت او ان انا اوصل لكم الفكرة، وزي ما قلت لك انا بديك الفكرة وحضرتك بتضيفي لها بذوقك الخاص، علشان ده اسمه فن وابداع. مش مجرد ما بشوف فيديو باخده كوبي واروح مقلداه، لازم احط اللمسات بتاعتي اللي هتميزني عن اي حد تاني. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.